السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض طريقة عمل صينية سمك سنجاري بوري في الفرن. هنجيب بتاكات حشو مهاجر. هنجيب صينية ونحط فيها ورقة فويل في الأرضية بتاع الصينية، ونجيب كبة الخلاط بعد ما نغسل السمك الأول بالملح والمية كويس، ونشيل الراس بتاعة السمك. وبعد كده يعني هنشيل الراس بتاعة السمك. آه، مش هنخلي فيه راس السمكة علشان هو مش ينفع ينفع براس السمكة. بس احنا عايزين نعمله سنجاب. نفتحه بالمقص او بالسكين. يعني السمكة هي البوري غسلناها كويس اهي وتبلناها. جبنا كبة خلاط، ضفنا فيها توم على توابل عبارة عن نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون ورشة شطة ومعلقة ملح وعصير ليمون وخل وفلفل حار على فلفل رومي احمر واخضر. وبعد كده رحنا فرمينه في كبة الخلاط وتوم وشطة وملح وخل وعصير ليمون ونص معلقة بابريكا اهوت. غسلناها كويس بالملح من البداية والمية على الحنفية، ورحنا تبلناها بالتتبيلة اللي قلتلكم عليها دي، وعصير ليمون عصرنا على السمكة من جوه. بنشيل الراس بتاعت السمكة كده بالمقص أو بالسكينة اهي. نشيل راس السمكة وبنروح مفتحين السمكة السنجاري البوري بالمقص او بالسكينة اللي بتاع حضرتكم المفضل. وبعد كده بنبدأ نتبلها بتتبيلة نقول لكم عليها، اللي هي عبارة عن كبة الخلاط. ضفنا فيها توم مفروم، وضفنا فيها فلفل حار على فلفل اخضر رومي وحار وزيت، وضفنا فيها كمان نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ونص معلقة بابريكا، ورشة زعتر وخل وعصير ليمون. ورحنا ونص معلقة كزبرة ناشفة، وكله ببعضه رحنا متبلين السمكة. بعد ما غسلناها كويس وفتحناها بالمقص او بالسكينة بتاع حضرتك المفضل، جبنا طاسة على النار وضفنا قطعنا فيها بصل على طماطم على توم مفروم على معلقة صلصة طماطم على فلفل حار وطماطم مقطعة وبصل وفلفل حار وفلفل رومي كله قطعناه مع بعض، وضفنا فيه مكعب مرقة، وضفنا فيه معلقة ملح ورشة شطة ومعلقة صلصة طماطم وعصير ليمون. قلبناه كله ببعضه وسمنة على زيت، قلبناه كله ببعضه. ورحنا جبنا صينية ودهناها زيت عشان السمكة مش هتلزق مننا في الفويل أو في صوت الفرن لما ندخلها الفرن تستوي وتبقى شكلها جميل ورائع وتاخد اللون الذهبي. بعد ما فتحنا السمكة ورحنا رصين السمكة في الصينية، هنضيف في الأرضية الخلطة اللي لكم عليها اللي هي عملناها في الطاسة: البصل على التوم، الفلفل الحار، الفلفل الرومي، على التوابل، على عصير الليمون والخل والتوم. ضفنا في الأرضية منها على الفويل. وبعد كده رحنا رصين السمك على الخلطة دي اللي احنا عملناها في الطاسة على النار على البوتاجاز. رحنا حاشين بها السمك البوري اللي احنا فتحناه سنجاري بالمقص او بالسكين. وبعد كده جبنا فلفل رومي وعملنا شريح ليمون، ورحنا حطينا على وش صينية السمك اللي هي البوري السنجاري بتاعت حشو مهاجر. دخلناها الفرن، استوت من تحت ومن فوق من كل الجوانب. وكده خلصت حلقة اليوم، طريقة عمل صينية سمك في الفرن بوري سنجاري
بتكلم حسن مهاجر، واشكركم والتقي بكم في حلقه جديده وفيها حاجه جديده ان شاء الله هتعجب حضراتكم. وشكرا جزيلا لكم، ومع السلامه.